أنا بدأت محتوى من 7 سنين، وفي ال7 سنين دول أنا بقالي سنين طويلة عايز أعمل الفيديو ده وما بعملوش، وأظن إن جه الوقت إن أنا حاليا لازم أعمل الفيديو ده. ثواني نعمل حاجة نشربها وأحكي لكم ليه كان لازم أعمل الفيديو ده. بص هقول لك على حاجة، لو دخلتوا على يوتيوب دلوقتي هتلاقوا آلاف الفيديوهات بتقول لك ازاي تكون صانع محتوى ناجح، بس انا بقى جاي في الفيديو ده اقول لك ازاي تكون صانع محتوى فاشل. طبعا انت مستغرب دلوقتي وبتبص لي بتقول لي فاشل ازاي، صانع محتوى فاشل؟ هقول لك وعن تجربة. الفيديو ده لكل واحد قاعد بيحلم يعمل حاجة ويفضل يهرب من اول خطوه بحجج، وبحجج شكلها منطقي، ونفس الحجج دي اللي انا بدات بيها في اول حياتي. ان انت اول ما بتفكر ان انت تبدا صناعه محتوى، اول حاجه بتيجي في بالك المعدات. ما بتفكرش ايه المحتوى اللي انت تبدا فيه، ولا بتفكر ايه النيش اللي انت هتخصصه لنفسك، ولكن اول حاجه بتيجي في بالك وهي المعدات، معدات صناعه المحتوى. ودي اول خطوه بتكون سبب في فشل في صناعه المحتوى. اول حاجه بتيجي في بالك ان انت عايز تجيب كاميرا سوني، كاميرا كانون ثمنها 50 ولا 80 ألف جنيه، وبعد ما بتجيب الكاميرا بيجي في بالك برضه عدسة، بتلاقي العدسة ثمنها 30 ألف جنيه، فأنت بتلاقي نفسك داخل في قصة كبيرة. القصة دي يا إما هتدخلك في يأس يا إما هتعطلك، إنما ملهاش تالي. وأنا بدأت بنفس الموضوع ده. أول ما بدأت صناعة محتوى، أول حاجة جت في دماغي معدات التصوير. جبت كاميرا، وبعد ما جبت الكاميرا بدأت أتحجج بالعدسة، فضلت معطل نفسي لحد ما جبت العدسة. طب وبعد ما جبت العدسة المفروض بقى أبدأ، ما بدأتش. بدأت حجة تاني ان انا لازم ابدا بمايك شوت جان عشان الصوت يبقى كويس، وان الناس تسمعني كويس، والمتابعين تحب الفيديو، وان الفيديو يوصل. وكل الشماعه دي كانت كدبه غلط. وتعالى اديكم مثال عن تجربه ليا. اوقات انا عامل فيديوز بمعدات تصوير ثمنها داخله في 200 الف جنيه، والفيديوز ما جابتش اي مشاهدات. ولكن في اوقات انا صورت فيديوز بالموبايل وانا ماشي، يعني ولا معايا ستابلايزيشن ولا مايك ولا الحاجات دي كلها، هو بالموبايل بس، والفيديو نزل وجاب رقم كبير. ودي مش اول مره، الموضوع ده حصل كذا مره، ودي حاجه بتثبت ان المعدات مش هي كل حاجه. والحجه الاكبر اللي جت في دماغي من ساعه ما دخلت صناعه المحتوى ان انا لازم يبقى معايا درون. طب اشمعنى الدرون؟ انا جه في دماغي ان انا لازم الفيديوز بتاعتي يبقى فيها مشاهد بالدرون عشان الفيديو يوصل والناس تشوف. خلينا متفقين ان مشاهد الدرون جميله جدا بس مش مهمه. يعني اهم حاجه في صناعه المحتوى القصه. ايه القصه اللي انت هتقدمها؟ طب ماشي، انت جهزت القصه، هتوصل القصه دي ازاي؟ دي من اهم النقط اللي بتخلي الفيديو، هل الفيديو ده هيوصل لعدد كبير من الناس ولا الفيديو ده هيفضل واقف مكانه؟ انا اعرف ناس بدات بالموبايل، وموبايل يعني موبايل ما يتذكرش، موبايل كاميرته ما تسواش 5 جنيه، كاميرا مكسوره، الموبايل متبهدل، موبايل عامه ما ينفعش تبدا بيه. والناس دي والله شفتها بدات بالموبايل ده ووصلت وعملت عدد كبير من المتابعين، والوقت ما شاء الله بقى معاهم معدات بتساوي ملايين. فدي حاجه مهمه. انا عارف ان صناعه المحتوى كبيره وبتحتاج مجهود كبير من تصوير، من تصميمات، من تصميم صامنيل، الحاجات دي كلها، بس حاولوا ان انتم ما تعلقوش شماعتكم على حاجه من دي. انا النصيحه اللي حابب اقول لكم عليها ان انت تبدا دلوقتي. دي النصيحه اللي انا انصحك بيها. ما تفكرش في معدات تصوير، وابدا دلوقتي باللي معاك. لان انا قعدت فعلا 7 سنين بتحجج بحجج فاضيه ملهاش اي 30 لازمه. انا جه عليا وقت كنت بشتري كاميرا كانون وافضل معطل نفسي لحد ما اجيب لها عدسه، وبعد ما اجيب لها عدسه بلاقي نفسي بتحجج ان انا مش مرتاح مع الكانون، لا انا لازم ارجع لسوني تاني. طب ارجع لسوني تاني، سوني المعدات غاليه، طب انا مش معايا اجيب عدسه لسوني. تلاقي الواحد نفسه دخل نفسه في قصه كده بيتوه فيها وبيسيب النقطه المهمه اللي هي المحتوى. ودي اهم حاجه انا بدات اركز فيها حاليا. ايه هو المحتوى اللي انا اقدمه؟ طب ماشي، تعال نجرب كذا حاجه ندخل نتكلم فيها ونشوف ايه المحتوى اللي هيفعل معاك، لحد ما تلاقي مثلا نوع من المحتوى المعين هيفعل معاك وتمسك فيه وتبدا تعمل عنه فيديوز كتير. بس مش ده الصح. الصح ان انت تبدا تعمل لنفسك نيش معين. ايه الحاجه اللي انت حابب تعملها؟ ايه الحاجه اللي انت شايف نفسك مش هتزهق منها؟ التفكير الكتير بيحسسك ان انت شغال، ولكن الحقيقه انت بتتجنب البدايه. ابدأ الأول وبعد كده طور، مش العكس.
الفاشل الحقيقي هو اللي ماشي بكود، انا مش هعمل حاجه الا لما الناس كلها توافق. هتقول لنفسك طب الناس هتقول ايه؟ طب صوتي عامل ايه؟ طب شكلي عامل ازاي؟ طب هل الناس هتضحك عليا؟ هل الناس هتنتقدني؟ طب لو فشلت؟ بس ولا مرة بتسأل نفسك طب لو نجحت؟ كل واحد ناجح بيتخط في الأول، بس خد الخطة وكمل. دخلت قناة يوتيوب شفت فيها فيديوهات جامدة جدا، احترافية، موشن جرافيك وتلوين والحاجات دي كلها. طبعا قلت أنا فين وده فين، بس هل سألت نفسك هل ده بدأ منين؟ طب سيبك من البداية، هل شفت أول فيديو ليه؟ أنا متأكد إنك لو شفت أول فيديو لا هتضحك، بس الفرق بينه وبينك إن هو ساب الفيديو ده أونلاين وكمل وانت لسه ما بدأتش. صدقني لو مستني حد يشجعك ويقول لك برافو يبقى انت كده هتستنى كتير. خلينا نكون واقعيين، الناس مشغولة وغالبا محدش هيشوفك الا لما تنجح. لو مستني صاحبك يبقى مدير تسويقك او مستني قرايبك يسوقوك ومستني حد يمنتج لك يبقى اتفرج بس ما تحاولش. قول لنفسك انا مش بتاع مونتاج ولا تصوير ولا صوت، قول لنفسك انا محتاج تيم. بس نسيت ان كل واحد بدأ لوحده وعلم نفسه بالتجربة. مش لازم تكون محترف من اول فيديو، بس لازم تكون متعلم اكتر من امبارح. وصدقني لو رفضت تتطور هتفضل مكانك. الفشل مش حاجة مرعبة، بس المرعب انك تفضل خايف تبدا، انك تبص على الناس اللي بتحقق وتقول يا بختهم من غير ما تحاول تبقى واحد منهم. انا مش بقول لك ان الطريق سهل، بس بقول لك هو يستاهل. ابدا باي حاجه، موبايلك، صوتك، ابدا بالفكره اللي عندك، ابدا واتفرج على نفسك بعد سنه وصدقني وقتها بس هتعرف ان الفشل الحقيقي كان انك لسه ما بداتش. والكلام ده اللي انا كنت حابب اتكلم فيه بقالي سنين، والحمد لله انا كده اظن ان انا وصلت لكم كل النصائح اللي انا حابب اتكلم معاكم فيها. وده كان موضوع الفيديو بتاعنا النهارده. ما تنسوش لايك وسبسكرايب، اكتبوا لي كومنت، اكتبوا لي رايكم. هل حد عنده اي تاني؟